حب بين الأعداء وبين الذين بينهم عداوات وثأرات وخصوم. هذا القتيل والده بيد أبو هذه، وأبوها مقتول بيد شقيق هذا، والله أعلم، أو أبيه. على أي حال الاتنين دول أعداء طار. وهو دكتور في فيرنا هنا، وهي دكتورة تخرجت من اليونان، وديانتها مسيحية وهو ديانته مسلم، ولكن هي مسيحية لأن أبوها يوناني وأمها كانت تركية. فهنا يتكلمون ويحاولون التقرب من بعضهم البعض. ونعم أنا مسيحية، وهل في ذلك مشكلة؟ إذا أنت مسيحية، أم يونانية وأب يوناني من اسطنبول. هل أنت يونانية؟ أنت من مواليد اسطنبول، يعني تركيا. لن تضيعي وقتا أبدا. يا للهول يا حضرة الطبيبة. هم استلطفوا بعضهم من بداية ما شافوا بعض. هو دكتور وهي دكتورة، وحصل بينهم هذه الأمور. انظر سأرحل الآن فلا تبكي بعدي. طبعا كلمات غزل وفرتينا من قرية فرتينا قريتهم. وهذه القرية بينها عداوات وبين الآخرين. فرتينا من أين لي أن أعرف؟ لولا تدخلي ربما كنت قتلته. طبعا اشتركوا في علاج المصاب حاليا، والذي أطلقت عليه النار عمدة فرتينا هذه العمدة، وكانوا بيحبوا بعض. هذه المرأة هي من أطلقت النار عليه. وبسبب الطار أطلقت النار على حبيبها اللي كان سمعها من 21 سنة وهي بتغني، وأعجب بها وحبها، وما زال هي تنظر إلى المستشفى في البر الثاني اللي فيها ضحيتها اللي هي أطلقت عليه النار، اللي هو كوتشاري. وهي لما جه البوليس يمسك طخخ النار عليه، قال لهم أنا اللي أطلقت النار على نفسي، ومرضاش يقول على هذه العمدة حاليا. هذا هو المصاب، ويستخرجون من بطنه الطلقات اللي أصيب بها. الدكتور والدكتور بيمثلوا ولا بيعملوا عملية؟ بيحبوا بعض وبطنه مفتوحة، وبيطلع الرصاص من بطنه وبيغمز لها كمان.
يا حلاوة. ودي ممرضة تانية، ودي شقيقة اللي قتل أبو الدكتورة دي، وعرفتها من حاجتها لما جابوا شنطتها وفتحوها وشافوا إن فيها هذه الأشياء. وطبعا طلعت تركية، والراجل قال لها صديق أبوها على كل حاجة ليها، ولا أريد أن أقف بين يدي الله بذلك السر. بيضرب بالمقص في بطن المريض عشوائي وبدون ما يبص للجرح، وكأنه بيلعب. يعني اعتني طيب شوية عشان تكون العملية في بيتها. ما هذا؟ دي شنطة الدكتورة الجديدة، ودي أخت اللي قاتل أبوها. وهنا بتقول للممرضة بإن حاول تبعديها وخلي بالك منها وكده. غطوا لها حاجتها وكده. لها جواز تركي ويوناني. هترجع الشنطة مكان ما جابوها. وده اللي قاعد يفحر عمياني وما عندوش فكرة عن إجراء العمليات ولا حاجة. ورجعت الشنطة عادي، وبتبص للدكتورة اللي هي ليها طارة عند عروج شقيق هذه المرأة. هذه ما زالوا بيعالجوه وبيحاولوا يخيطوا الجرح. وهنا في بداية ما شافوا شنطتها وأخدوها وعرفوا مين هي وكده. طبعا مشاهد بطولية من هذا المحب الذي قال بأنه هو اللي أطلق النار على نفسه، ولم يتهم حبيبته التي سمع منها الأغنية في قبل ذلك وهذه الأمور. لذلك نرى هنا ما زال الدكتور والدكتورة مندمجين في هذا العمل وفي هذا الشغل، وينظرون إلى هذه الجروح التي أصيبت عن طريق الطلقات التي أطلقتها عمدة فرنة. طبعا عارفين هذه المرأة زوجة دندان في مسلسل عثمان، وهي امرأة معروف ماذا تمثل وأفلامها ووضعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هدانا الله وإياها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بياع الخضار بينادي في الطريق. الدكتورة متحمسة، وهو طبعا أبوه اللي قتله أبو اللي مصاب حاليا، واللي أخته أطلقت عليه النار من شوية. ده في بداية العملية، وهم هيفتحوا بطنه كده ويقول لها اصبري وكده. المهم اندمج معاها وحب هذه الفتاة، وهي أحبته، ويقول لها انقذك من العدو. والاتنين يتعاملوا على جرح أو هذا المصاب. إلينو موراني اللي هي البنت الدكتورة إلينو مورانو. طبعا بيشتري النفس من عليه. أنا الدكتورة إليني، لما تطلق النار عليه. شكرا يا أخي. يعني المسلسل كويس، ولكن موضوع ان يغاز له ويغمز لها وهو بيعمل العملية غير واقعي، ويأخذ من المسلسل شوية. ما يصحش طبعا، يجب ان يكون كل شيء تمام. هي دي اللي أطلقت النار عليه، وهو أنقذها، ولم يقل للشرطة بأنها من أطلقت النار عليه. طبعا العمدة ومتقيدة بالطار، ودون عروب اللي هو طار إليني الدكتورة عنده، لأن ده قاتل أبوها. أهو عادل كوتشاري، دي شقيقته أخته بتكلمه، هو في السجن حاليا. مرات أبوه عادل كوتشاري قال أنا أطلقت النار على نفسي. بعد كل هذا الوقت سأخرج. لماذا؟ المصاب جراحة خطيرة، زوجتك أطلقت النار على عادل كوتشاري. ده اللي كان بدور شهباز في مسلسل مع خضر ومع عروج
هنا وهو بقى لما وقع، ودي بعد ما أطلقت النار عليه. وجت الشرطة تحقق معاهم، وقال بإنه وماسك إيده هو مصاب بيحبها. وطبعا هيقول أنا اللي أطلقت النار على نفسي، وبرأها وهي مستغربة الموضوع. أنا أطلقت النار على نفسي. وأنقذها من الشرطة. والدكتورة الجديدة اللي كانت جاية تبحث عن أمها في هذه البلد وجدت هذا الطلق والمصاب، فقالت بأنها دكتورة، وبدت تسعف عادل كوتشاري من البلد اللي قصاد البلد دي فيرنا أو فرنيتا دي، واللي قصادها اللي هي كوتشاري. دول في بداية تعرفهم الاتنين عندهم طار، وديا مع عادل كوتشاري عندها طار. يعني الاتنين مع بعض بلد بتأخذ بالصقر وكده. طبعا قست نبض المريض، وده دكتور برضه. عروج أنقذ هذا المصاب. ده اللي اسمه عروج، الدكتور ده اللي اسمه عروج. بتقول له انقذ هذا المصاب. قام بسوق عربية الإسعاف، وهيقوموا كما رأينا بتطليع الرصاص من قلبه وهذه الأمور. تابعونا إن شاء الله لننقل لكم المزيد من هذا الموضوع والصقر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha, yüzden var. Ne de zümrüdü ya. Ne de nüngod ne resmen. Ne de nüngod. Ha, izi bir şey no bay. Dat je zo met een schappen dat met een gomschale kas. Snel kaskap. Ha, mıdarak. Ne jves ver bası çata. Şe basay.